من قلب أفريقيا، من منتخب كان أول عربي وأفريقي يقف قدام العالم كله، منتخب اسمه محفور في تاريخ كأس العالم، منتخب مصر من أول سنة 1934. البداية من إيطاليا. مصر بتصنع تاريخ وتبقى أول منتخب عربي وأفريقي بيشارك في كأس العالم قدام المجر، ورغم الخسارة 4-2 عبد الرحمن فوزي بيسجل أول هدفين للعرب وأفريقيا في المونديال، واسم مصر يدخل التاريخ من أوسع أبوابه. وتمر السنين و56 سنة غياب عن كأس العالم لحد ما ترجع مصر تاني سنة 1990 في إيطاليا، منتخب قوي منظم وعنيد، اتعادل مع هولندا بطلة أوروبا، وتعادل مع إيرلندا، وخسارة مشرفة من إنجلترا بهدف واحد، وهدف مجدي عبد الغني من ضربة جزاء بتفضل كتير آخر هدف مصري في كأس العالم. وفي 2018 الحلم رجع من جديد من روسيا بعد سنين طويلة من الانتظار، بقيادة محمد صلاح بيرجع مصر لكأس العالم سنة 2018 في روسيا. ورغم الخسائر لكن المشاركة نفسها كانت حلم شعب، ورجوع اسم مصر للمشهد العالمي بعد غياب 28 سنة، ولسه الحلم مستمر. مصر بتحاول تكتب فصل جديد وتتأهل لكأس العالم القادم في أمريكا بجيل جديد وطموح أكبر، وحلم قديم لسه عايش. مصر ما بتكتفيش بس بالمشاركة، لكن دايما بتسيب بصمة حقيقية في المونديال. شادي الخولي، اتنين في الملعب.